أهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات حياة مهاجر بأمريكا. مش عارف الصورة هتطلع كويسة ولا لأ، لأن الدنيا معتمة تقريبا كأن الساعة 7-8 بالليل يعني. النهاردة جايب لكم موضوع كده، يعني في ناس هتعتقد إن هو مش مهم، بس أنا شايف إن هو مهم، لأن كل حلقاتي كنت بتكلم فيها عن بنسلفانيا، إنها ما زالت تحتفظ جزء كبير منها تحتفظ بالصبغة الدينية أو بالناس اللي عندها traditions خلافا للولايات الأخرى. ولكن من حوالي 10 أيام طلع علينا واحد اسمه جوش شابيرو، ده الجوفرنر بتاع بنسلفانيا. هلو الحقيقة الراجل ده بقاله فترة بيحاول إن هو يحط حاجة اسمها كوكتيل. كوكتيل ده مش كوكتيل زي اللي بنعمله في مصر العصائر، لكن ده سبيريت، يعني مشروبات روحية. يعني الأمريكان بيروحوا بارات وبيشربوه، بيحطوا كذا حاجة على بعض كده ويشربوها. فهو أجاز بيع الجروسري ستورز، يعني محلات البقالة، أو محلات بيع البيرة والحاجات اللي زي كده. ممكن النهاردة الناس اللي عندها رخصة كانت بتبيع البيرة في المحلات وحاجات زي كده، بقت عندها حق إن هي تبيع كمان كنزات مشروبات روحية، اللي هي الكوكتيل اللي بقول عليه دوت، اللي هو مجموعة من معرفش بقى، مجموعة من المشروبات الروحية على بعض. فمن حق أي حد يروح ويشتري ويشربوا. طبعا معرفش يعني هتبقى القصة شكلها ايه. انا ما بقولش ان ما كانش فيه في الاول، بس كانت المحلات اللي هي من النوع ده، اللي هي واخدة ترخيص، بتبقى واخدة ترخيص بواين وبير بس. النهاردة حطوا لهم الكوكتيل في النص، فيقدروا يبيعوا كمان كوكتيل اللي هو معرفش ممكن يبقى تأثيره او الكحول تأثيره اكبر من الواين والبير. فحاجة مش كويسة، يعني حاجة أنا شايف إنها سيئة، لأن بنسلفانيا ستريكت قوي في الحاجات دي. يعني حتى يقدر الويتر إن هو يمنع تقديم مشروب لحد لو شاف إن هو بدأ يبقى مش موزون، أو شرب كذا مشروب روحي فبدأ يبقى مش مظبوط وبدأ يبقى درانك. من حقه إن هو يمنع إن هو ينزل له حاجة تانية. ولو هو الراجل مرضيش يسمع كلام او بدا يعمل مشاكل، بيكلموا البوليس، طلعوه بره البار والبوليس روحوا البيت يعني. فكانت بنسلفانيا فيها الميزه دي. وفي اثناء احتفاله بالموضوع دوت قال ان كل الولايات اللي حوالين بنسلفانيا بتبيح بيع الماريجوانا. كلام مؤسف يعني. الا تقريبا ويست فيرجينيا هي الوحيدة اللي هي مش بتبيعها. فالمواطن البنسلفاني بيروح سايق أو مسافر للولايات ديت يصرف فلوسه هناك. فلازم نفكر جديا إن احنا نبيع بيع الماريجوانا في بنسلفانيا عشان الاقتصاد يعني. ودي حاجة سيئة تانية. أنا ما بقولش إنها بنسلفانيا خالية من الحاجات دي، لكن برضو ما كانتش مقننة، كانت مقننة طبيا فقط في شكل حبوب أو في شكل مشروب دوائي لما تستدعي حالته يعني. لكن أعتقد على 2025 هيكون أجاز بيع الماريجوانا في المحلات بشكل قانوني أعتقد. وده هيخلي بنسلفانيا ما بقتش الولاية اللي كانت يعني إلى حد ما محافظة على تراديشن شوية، هتبقى زيها زي بقية الولايات. هيبقى أي حد يخش محل يشتري هذا النوع من المخدرات. وأنا برضو ما بقولش إنها مش موجودة بس غير قانونية. الناس بتشتريها وبتهربها يعني موجود، بس هتزيد لما تبقى متاحة بقى قدام الجميع ومقننة. فالموضوع هيزيد الحقيقة عن الشكل اللي احنا شايفينه النهاردة.
انا حبيت اقول الفيديو ده مراجعة للي انا قلته في كل الفيديوهات اللي فاتت، ان بنسلفانيا محافظة على طبيعتها يعني، او تعتبر ولاية فيها الى حد ما ناس لسه عندهم وازع ديني، او ناس لسه بتحافظ على تقاليد الى حد ما، لكن كل ما بيخشوا اكتر في الحرية ويطالبوا بكم اكبر من الحرية، كل ما احنا كمهاجرين بنتحط في مشاكل اكتر واكتر. الفيديو ده مهم لان في ناس بتخطط تيجي بنسلفانيا حتى لو اقتصادها ضعيف شوية، ولكن هي بتعتمد على انها يعني تستغنى شوية عن الاقتصاد القوي او المرتب الاعلى في سبيل انها تبقى يعني الى حد ما مأمنة لعيالها شوية. فلو اجيز هذا القانون مش هتبقى بنسلفانيا وجهة هذه الناس يعني زي ما انتم شايفين كده كل الدنيا بتتجه اتجاه واحد، مزيد من الحرية. والحقيقة يعني الموضوع مش موضوع حرية بس، الموضوع فيه جزء كبير قوي منه فلوس، اقتصاد. يعني هو الراجل صعبان عليه فلوس بنسلفانيا تطلع بره، فبيقول لك بدل ما كده المواطن اللي عايش في بنسلفانيا بيسوق ويطلع لولاية تانية يشتري ويتبسط هناك، لا يعني خلي الفلوس جوه بنسلفانيا نستفيد بيها احسن. منطق مغلوط يعني، في سبيل المال في سبيل البيزنس، عايز يعني يهدم قيم ولاية او لسنين طويلة كانت بنسلفانيا محافظة ومش عايزة تشرع هذا القانون، لكن بما انه هو شايف ان دي حاجة ضرورية، اعتقد انها ستقنن السنة الجاية اعتقد. بس دي كانت حلقة النهاردة، قلت يعني اطلعكم على اخر مستجدات هنا في بنسلفانيا للناس اللي ناوية تيجي. اشكركم والقاكم الحلقة القادمة ان شاء الله. هي زي ما انتم شايفين كده السماء يعني ملبدة بالغيوم تقريبا يعني الدنيا بتشتي بقالها اسبوع. فاحنا الساعة 3 الظهر، شايفين الدنيا كأنها الساعة 7 8 بالليل. فاحنا بقالنا كده حوالي اسبوع. خلاص بقى كل سنة وانتم طيبين، يبدأ بقى الشتاء خلاص في بنسلفانيا. يبدأ الجو يتعادل على شهر مارس، آخر مارس أوائل إبريل.